سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن دليله على وحدة الصانع جل وعلا، وعلى أن الله عز وجل واحد، ودليل على ربوبية الله جل وعلا، فأخبرهم بدليل عقلي يشاهده كل الناس لكن قل من يعتبرون. قال: انظروا للشجرة، تأتي إليها دودة فتخرج منها حريرا، وتأتي إليها نحلة فتخرج منها عسلا، وتأتي إليها شاة وبعير فتخرج منها روثا، وتأتي إليها ظبية فتخرج منها مسكا، والورقة واحدة والشجرة واحدة. أفلا يدل هذا على وحدة الصانع جل وعلا؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله من أسمائه البارئ، البارئ الذي يوجد من عدم، فهو الذي يخلق تقديرا، فإذا أوجده سمي جل وعلا البارئ. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ. البارئ الذي يوجد الشيء من عدم، الذي يوجده في الحقيقة. هذا الصوص الذي في البيضة كيف يخرج منها؟ من الذي يدله على كيفية الخروج وكسر هذه البيضة؟ ما الذي يخرج على منقاره ثم يذهب بعد أن يخرج من هذه البيضة؟ إنه البارئ جل وعلا. هذه النبتة، تلك القطرة، هذه الحشرة، هذه الدودة التي تبحث عن رزقها، من الذي برأ كل هذا؟ البارئ جل وعلا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات، بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله جل وعلا لا شريك له، سمى نفسه البارئ. برأ النسمة، برأ خلق الإنسان من نطفة ماء مهين، سواك أيها الإنسان رجلا متكلما، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. البارئ الذي خلقه، ومع هذا الآن يزعم أنه يجادل الله عز وجل، يزعم أنه يتكبر على شرع الله جل وعلا، يزعم أنه لا يلزمه أمر الله جل وعلا ولا نهيه. من آمن بالبارئ التزم شرعه وهديه جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله. في عهد موسى عليه السلام لما عبد بنو إسرائيل بعضهم عبد العجل، فجاء موسى عليه السلام مخوفا من فعلهم، محذرا من صنيعهم، داعيهم إلى التوبة إلى الله جل وعلا. في هذه اللحظة ذكرهم باسم الله عز وجل البارئ، فقال لهم: فتوبوا إلى بارئكم. لما اختار موسى عليه السلام هذا الاسم هنا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أوجد العجل، وهو الذي أوجدكم، وهو الذي أوجد كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، هو البارئ من عدم، وتعبدون غيره جل وعلا. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ، عنده بعض المعوذات يستعيذ بها. أحد معوذاته كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. يعني كل شيء أوجده الله على الأرض إذا كان فيه شر أنا أستعيذ بالله منه، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. هكذا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. اسم الله البارئ. عندما ترى هذه النباتات وهذه الحشرات وهذه الطيور وهذه الكائنات وتلك الأسماك وكل جمادات وأحياء على وجه الأرض، بل عندما تنظر في نفسك تؤمن بالله عز وجل البارئ الذي أوجد كل شيء من عدم، فإن آمنت استجبت له جل وعلا. انظر للسماوات، خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
فارجع البصر هل ترى من فطور سبحان الخالق البارئ المصور جل وعلا. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. قلبي قد أشرق بضياء مذ حلق بعظيم فضاه، أقترب بحب من كنف يملأني شوقا للقاء. اليوم أجدد إيماني وأرفرف طيرا بسماه، وأجوب الأسماء الحسنى كي أعرف ما معنى الله. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا أدري بحياتي